مرحبا. الله يسعد لي اوقاتكم جميعا يا رب. كيفكم؟ شو اخباركم؟ هلا رح اختصر عليكم بالاجوبه تمام وبالكلام كرمال الكل يكون بالصوره. طبعا امور المنصه كلياتنا صرنا نعرف انه الامور صارت احسن من اول. تمام الحمد لله رب العالمين. بالنسبه اللي حابب يسجل على جواز سفر عادي او فوري الامور صارت احسن من اول الحمد لله. بالنسبه للشيء اللي هلا صار كثير تمام فظيع اللي هو انه حاليا الناس كتر الناس اللي عم تسجل على جوازات السفر. تمام. إن كان العادي أو إن كان الفوري. تمام. فصارت الناس تسجل بشكل عشوائي. تمام يعني أغلب الناس صارت إنه مثلا ما عندها شغلة أو عاملة غير إنه تسجل على جوازات سفر للناس. طبعا الله يرزق الجميع بعدين الله يرزقنا نحن. عم نحكي بشكل واقعي نحن. تمام. فهذا الشي نص الناس عم تنضر منه. أوكي يعني يطلع الاسم بالإنجليزي مثلا بالترجمة غلط. تمام. يعني إذا نحط بالترجمة تمام شخص عم يسجل لك على جواز سفر وترجم لك الاسم بشكل غير صحيح فهذا الشيء رح ينطبع على الجواز. اوكي وانت ما فيك تعدل ابدا ابدا اذا ما كنت مراقب هذا الشيء طبعا ولحقت حالك. اما متى ما انطبع الجواز اوكي ما فيك تعدل ابدا او تبدل الجواز. والاهم من هيك كمان انه الجواز السفر اذا كان في صلاحية اكثر من سنة ما بيتجدد ابدا تحت اي ظرف اعتبار. تمام لازم يكون في صلاحية من السنة وتحت. تمام أو خالص مدته أو فيه من تحت السنة فيك تجدده. أما إذا كان في صلاحية ركزوا على الكلام منيح ها. إذا كان في صلاحية من السنة وفوق ما بيتجدد أبدا لازم يكون تحت السنة أو خالص مدته حتى تقدر إنك تجدده. تمام. يعني إذا طلع الجواز فيه خربطة ما بيتجدد. طلع فيه أي شيء ما بيتجدد. راحت صفحة منه نكب عليه شاي نكب عليه قهوة إلى آخره فهذا الشيء أبدا أبدا حاليا غير مسموح بالتجديد تحت أي ظرف اعتبار. لأنه حاليا هذا الشيء أوكي رح يضل هيك لحتى تخف الأزمة بشكل عام عام عام. يعني لحتى إنه يعني البلد حرفيا ما عاد في إنه حدا يلزمه جواز سفر لحتى يسمحوا للتجديد. تمام. لفوق السنة. عاد انتبهوا كتير كتير منيح يلي عم يسجل على جواز سفر ممكن حرف صغير أو ممكن أي شي أوكي يحرمك من السفر بسبب الترجمة اللي عم تنزلها أنت. وكتير ناس حاليا استلمت جوازاتها وطلع فيهم خربطة بالترجمة أوكي وقت حاجزين على منصة. وكتير تبهدلوا بصراحة كتير 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 حرفيا. حكينا سابقا إنه ما فيك تعدل أو تبدل الجواز تحت أي ظرف اعتبار. لأنه الجواز رح يكون في صلاحية إذا للبنت فيه 6 سنين إذا للشاب فيه سنتين تقريبا. فهذا الشي أبدا أبدا ما فيك تعدل أو تبدل. تمام. وبالنسبة لمواعيد الجواز السفر العادي تمام يختلف الموعد بالمحافظات السورية. يعني مثال إنه اليوم تمام هو كل يومين يومين ثلاثة عم يفرق أسبوع أسبوعين. يعني اليوم تقريبا للشهر التاسع بالشام بحلب للشهر العاشر بطرطوس تقريبا للشهر السادس. عاد بيختلف المواعيد بالمحافظات السورية. طبعا انت فيك تسجل اوكي بأي محافظة بدك اياها يكون الموعد فيها قريب كتير كتير وتستلم جوازك منها اذا كان الموعد بمحافظتك كتير بعيد. تمام. والفوري خلال 3 4 ايام تستلمه. تمام. حسب الضغط بمحافظتك. يعني تجيك رسالة كمان انه يرجى مراجعة الهجرة. تمام بعد ما تسجل اوكي بيجيك رسالة انه للبصم ورسالة للاستلام رسالتين بيجيك يعني انت. فهذا الموضوع كتير طبيعي وما في اي شيء ممكن انه حاليا يختلف يعني لحتى تخف الازمة بشكل عام. بس اهم شغلة اللي ركزوا عليها كتير منيح ان لكم موضوع الترجمة. اي حدا عم يسجل او اي حدا مسجل سابقا ولسه ما استلم جوازه وقت يروح على البصم اوكي يدقق كتير منيح على الاسم. على اسمه وكنيته اسم ابوه اسم امه بالترجمة اوكي بالانجليزي يتأكد منه اذا صحيحة او فيها خربطة لانه بيقدر يعدلن على البصم. تمام. اما اذا استهتر وما يعني ما دقق بهذا الشي فممكن ان يطلع في خربطة وينطبع الجواز وانت ساعتها ما فيك تتصرف اي شيء. لانه كتير ناس استلمت جوازات الاف الناس الاف الاف حرفيا وطلع في خربطة وتورطوا يعني وتبهدلوا بسبب هذا الشي. وحكينا انه ما في ابدا يقدر حدا يجدد جواز في صلاحية فوق السنة.
وبالتوفيق للجميع، وأي حدا حابب ساعده بالتسجيل على جواز سفر أو سجله إن كان عادي أو إن كان فوري، إن كان داخلي أو إن كان خارجي، في مشكلة أنا بساعده. رح أحط رقمي بالتعليقات، تمام؟ يحاكيني على الواتساب حصرا، ولا أحط كمان آه اللهم صل على سيدنا محمد رابط آه على التليجرام، جروب على التليجرام. أوكي، اللي ما عنده واتساب بيحاكينا على التليجرام أو على الواتساب اللي بتكون إياه، تمام؟ وبالتوفيق للجميع يا رب.